عمرك سألت نفسك يا صديقي يعني ايه قنبلة نووية؟ كلنا عارفين الاسم وعارفين هي ممكن تدمر ازاي، بس مش عارفين هي بتتكون من ايه ولا بتتعمل ازاي. لايكك الحلو بقى وتعالى افهمك هي بتتعمل ازاي. القنبلة النووية يا صديقي هي مش مجرد انفجار عادي، دي طاقة بتتحرر من جوه ذرات صغيرة جدا. طب خليني اشرح لك اكتر. الذرة دي يا صديقي فيها نواة، النواة دي لما بتتكسر او تنشطر بتطلع طاقة مرعبة جدا. هنا بقى يجي دور عنصر زي اليورانيوم او البلاتينيوم. عنصر اليورانيوم ده بنطلع منه يورانيوم 235 عن طريق عملية معقدة جدا. العملية دي بتتم يا صديقي داخل المفاعلات النووية في عملية تانية تسمى التفاعل المتسلسل. يعني كل ذرة يا صديقي بتنفجر تكسر اللي بعدها واللي بعدها وهكذا، وكل ده بيحصل في لحظات. الطاقة اللي بتطلع دي تعادل آلاف الأطنان من الديناميت، وده زي اللي حصل في قنبلة ليتل بوي اللي رمتها أمريكا على مدينة هيروشيما اليابانية. قنبلة واحدة يا صديقي مسحت مدينة بالكامل وقتلت أكتر من 200 ألف بني آدم. القنابل دي يا صديقي مش مجرد قوة بس، ده رعب ممكن يهدد الكوكب كله.